النهارده هنجاوب على سؤال مهم جدًا، وهو هل المكسرات صحية فعلًا وتنفع في الدايت؟ في الأول لازم نعرف إن كل المكسرات مش نفس المكونات ومش نفس السعرات، فتعالوا نتعرف على سعرات كل نوع وفي الآخر نحكم. أولًا هنبدأ بأشهر حاجة وهي السوداني، فال100 جرام من السوداني فيهم 570 سعرة حرارية و24 جرام بروتين و50 جرام دهون وده شكل ال10 جرام. بعدين نخش على الكاجو اللي ال100 جرام فيهم 560 سعر حراري و18.5 جرام بروتين و45 جرام دهون وده شكل ال10 جرام. بعدين نخش على الفستق ده شكل ال10 جرام بعد ما تشيل منهم القشر وفيهم 560 سعر حرارية و20 جرام بروتين و45 جرام دهون. بعدين نخش على اللوز وده شكل ال10 جرام وال100 جرام فيهم 575 سعر حرارية و22 جرام بروتين و50 جرام دهون. بعدين نخش على البندق وده شكل ال10 جرام و100 جرام البندق فيهم 570 سعر حرارية و14 جرام بروتين و40 جرام دهون. أما عين الجمل فالواحدة تقريبا 5 جرام وال100 جرام فيهم 650 سعر حرارية و65 جرام دهون و16 جرام بروتين وده شكل 75 جرام من المكسرات المتنوعة. وفي النهاية أقدر أقول لك إن المكسرات صحية جدا وغنية بالفيتامينات، لكن صعب تدخلها في الدايت لو أنت بتنشف. بس أنا في الفيديوهات الجاية هعلمك إزاي تدخلها في الدايت وأنت بتنشف يا معلم. فتابعني وما تنساش اللايك والكومنت وتدعم المحتوى الهادف. وفي النهاية أحب أوجه لك نصيحة مهمة جدا، ما تعتمدش على الأشكال اللي أنا اديتها لك في الميزان، اشتري ميزان أنت أفضل لو عايز تعمل دايت احترافي وتوصل للنتائج.